المبهر في الأمر أن التغيير اللي عم تحدثه في فيزيك كوانتيك مش فقط على مستوى العلوم والتكنولوجيات المتقدمة، ولكن أيضا على مستوى فهمنا أنفسنا، فهمنا ذواتنا، وفهمنا خاصة للمنظومة الكونية وكيفية سير المنظومة الكونية وتأثيرها على واقعنا وحياتنا اليومية. أي شيء في الكون بيتأثر بأي شيء آخر في الكون. إذا كان أنت تحب تحدث تغيير في الواقع اليومي متاعك، تحدث إصلاح في أي جانب من جوانب الحياة اليومية متاعك، فمن الحكمة بمكان ومن الذكاء بمكان أنك تبدأ الإصلاح في المستويات الأعمق اللي هو المستوى الطاقي واللي هو مستوى الأفكار. الإنسان أيضاً يحتاج أنه يكتشف المعنى الحقيقي وراء حياته، وراء أهداف اللي يحب يحققها، بصمة اللي يحب يحطها في حياته. ومهما حققت من الأهداف مش يجي يوم باش تسأل ماذا وراء الأهداف هذه كلها؟ شنو وراء الأهداف هذه كلها؟ شنو الهدف من وراء الأهداف هذه كلها؟ الرسالة الروحية اللي هي البصمة اللي كل شخص جاي من أجلها للأرض هذه، البصمة اللي أنت في العمق تسعى من أجل تحقيقها في الحياة المادية هذه. كل شخص باش يتعلم طرق بسيطة عملية وأيضا علمية كيفاش يكتشف رسالته الحالية في الحياة، كيفاش يكتشف بصمته اللي هو جاء من أجل الحياة هذه. مهم جدا أنك تتسلح بمجموعة من الأدوات والطرق اللي تسمح لك باش أهدافك ومخططاتك تكون قابلة للتطبيق في الواقع اليومي متاعك. هيك علاش أنا متشوق باش نشوفك معايا أنت تحديدا في النسخة القادمة من لايف ديزاين تريننج بروجرام باش نتشارك مع بعضنا هذه المعارف وهذه الخبرات